ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله ده اول فطار لينا في رمضان. معلش هو نزل متاخر شويه عشان انا حصلت لي كارثه عندي في المطبخ. هقول لكم عليها كده، تابعوني في الفيديو هقول لكم حصل لي ايه بالظبط. اول حاجه كده تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعي النهارده. هنا هعمل رز بلبن، حطيت كوبايتين كبار من الرز يتسلقوا كده في حبه ميه، وبعد كده نزلت عليهم ب4 لتر من اللبن زي ما انتم شايفين، وبعد كده نزلت بكيلو كامل من السكر. يا دوبك هو الكيلو على قد ال4 لتر من اللبن، كان سكره مظبوط جدا جدا. هفضل بقى اقلب فيه كده لغايه ما يبتدي يغلي، واحط له طبعا كريم جانتيه ولبن بودر، او زي ما انتم شايفين كده لبن بودر وكريم جانتيه مع بعض، بضربهم كده وبحطهم عشان يبقى طعمه غني كده وطعمه حلو. هفضل بقى اقلب فيه، اول ما يبتدي يغلي اكون محضره النشا، بحط حوالي نص كوبايه كده من النشا على كوبايه من الميه، وابتدي انزل بيها لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. قبل ما بطفي على طول بنزل نص معلقه كده من الفانيليا عشان تفضل الفانيليا ريحتهم فيه. خلصت كده الرز بلبن، هركنه بقى لغايه ما يستهدى شويه، بعد كده نعبيه مع بعض. هنا بقى عندي ده فخد رومي، ده فطارنا احنا. بدات ان انا اعمل له كده محلول نقع. طبعا انا صاحيه من بدري جدا جدا، صاحيه حوالي الساعه 8 الصبح عشان اخلص ان شاء الله على ميعاد الفطار وتبقى كل حاجه سخنه. جبت كده الفخد وغسلته كويس جدا جدا، هحطه في محلول النقع. هحط له ورق لورا، طماطم، ليمون، فلفل اسود، حبهان، كوبيبه صيني، وابتدي وملح وسكر، وابتدي احط عليه ميه عاديه خالص من الحنفيه، وهركنه حوالي ساعتين 3 في الميه دي. طبعا لو نقعتيه قبليها بيوم بيبقى افضل، بس انا عشان مش عندي مكان في التلاجة فقلت ان انا هصحى بدري كده انقعه ساعتين 3، وبصراحه كمان اتنقع حوالي 4 ساعات. وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. بعد ما خلصته بقى هعمل تتبيله. التتبيله اللي معايا دي عباره عن ايه؟ عباره عن طماطم، عباره عن بصل زي ما انتم شايفين، وكمان هحط طماطمايه، وبعد كده بصلايه بقى متوسطه، بصلتين متوسطين على حسب الكميه اللي عندك. انا هنا حطيت بصلايه كبيره وطماطمايه وقرن فلفل، وهبتدي بقى احط التوابل اللي عندي، هحط توم باودر وبصل باودر، وهحط فلفل اسود وقرفه. كده الطريقه سهله، وهنشوف هنتبل بيها ايه مع بعض. اتمنى بقى ان انت تنزلي كده تعملي لي لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع. وكمان حطيت بهارات فراخ زي ما انتم شايفين، هي اكتر حاجه حطيتها بهارات الفراخ. وطبعا يعني هراعي الملح عشان بهارات الفراخ بيبقى فيها ملح. حطيت كده معلقه من الخل، واحط كوبايتين زبادي. اتمنى يا بنات ان انتوا تعملوا لي لايكات كتير عشان الفيديو تترفع معانا، وادعوا لي كده دعوه حلوه من قلبكم، ربنا يسترها معانا يا رب. عايزه اقول لكم ان انا حصل لي يعني حاجه كبيره جدا جدا في المطبخ معطلاني. يعني هقعد كام يوم كده مش هعرف انزل فيديوهات. حطيت كمان يا بنات لو شايفين معلقه توم، وهسيب لكم ان شاء الله التتبيلات دي كلها في صندوق الوصف باذن الله، او في اول تعليق مثبت. هضرب بقى كل الخليط ده زي ما انتم شايفين كده، ضرب ناعم جدا. ومحضره معايا كميه حلوه كده من البانيه، هبتدي ان انا اتبلها بيها. هنزل بقى كده في بوله، واجيب كميه البانيه اللي عندي وابتدي احطها في البوله دي، واتبلها كويس جدا، اتاكد ان كل حته وصلت لها التتبيله كويس قوي قوي. بصوا بقى كده هفضل اتبل ومن فوق لتحت من فوق لتحت كده لغايه ما كله يتبل كويس. هغطيه بقى وهركنه. وهنا كان عندي الرز بلبن استهدى شويه، هبتدي بقى اجيب العلب بتاعتي وابتدي اعبيه كده زي ما انتم شايفين، او احطه في العلب عشان يبقى انا خلصت كده حاجه خلصت من عليا. عايزه اقول لكم ان بعد ما نزلت فطار الصائم النهارده، يعني لاول يوم رمضان، طالعه بقى عشان احضر الاكل بتاعنا واسخن الاكل بتاعنا اللي خلص اسخنه، واللي لسه مستواش كنت يعني بكمل سواه. بصوا ما شاء الله الاول شكل الاكل كده يفرح ازاي. بصوا ما شاء الله كميه رز بلبن حلوه قوي قوي زي ما انتم شايفين، تحفه. هتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. الاول عندي هنا حله على النار، هبتدي انزل فيها بمعلقه سمنه كده كبيره محترمه، وحبه زيت. سمنه على زيت، انا كل شغلي ان شاء الله يبقى سمنه على زيت. بدأت بقى ان انا نزلت كده بالسمنه، وهحط حبه زيت كمان. الماده الدهنيه عندي مش كتير ولا حاجه، هتشوفوا دلوقتي هنعمل فيها ايه بالظبط. عندي كميه كبيره كده من البصل، انا فرماه حوالي 2 كيلو بصل، او 2 كيلو وربع كمان. 2 كيلو بصل فرمهم فرم ناعم في الكبه، ونزلت بيهم زي ما انتم شايفين كده. قولي يا بنات نوعيه الفيديوهات دي بتعجبكم ولا لا؟ يعني اكمل كل يوم افطار الصائم اللي انا بعمله تاخدوا منه افكار ولا لا؟ اكتبوا لي في الكومنتات. بدات هنا جبت 2 كيلو لحمه مفرومه زي ما انتم شايفين، هعصجها. هبتدي حطيتها على البصل على طول زي ما انتم شايفين. بعد ما مش بدي البصل لون، يعني دوبك البصل يدبل شويه كده وهيبتدي ياخد لون، اروح نازله باللحمه بتاعتي عشان تبقى مسكره وطعمها حلو. هنحط بقى دلوقتي ايه؟ التوابل. بعد ما حطيت اللحمه احط التوابل بس ما عدا الملح. الملح بحطه اخر حاجه خالص في الاخر.
التوابل اللي هنستخدمها ايه؟ هحط فلفل اسود، هحط قرفه، هحط 7 بهارات، هحط بهارات لحمه، واحط كمان حبه من البابريكا. وبعد كده هقلبها كويس جدا جدا واسيبها تستوي على نار هاديه، وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. عايزه اقول لكم زي ما اكمل لكم بقى الموضوع بعد ما نزلت افطار الصائم وكنت فرحانه جدا جدا. هتشوفوا منظر الاكل كان شكله يفرح كده وجميل. طلعت بقى عشان احضر الفطار بتاعنا احنا، كان فاضل خلاص نص ساعه على المغرب بالظبط. طلعت احضر الفطار بتاعنا احنا، لقيت ما عنديش غاز خالص في الشقه، البوتاجاز مش راضي يولع. دخلت طيب اشوف السخان، يمكن العيب من البوتاجاز، ولا لقيت كمان غاز واصل للسخان. يعني ربنا كده يحفظكم يا رب. الغاز العداد بتاع الغاز عندي ضرب من جوه. هنا حطيت فلفل الوان، وحطيت كمان جزر مبشور بيكتر لي كميه اللحمه دي اول حاجه، وكمان بيخليها طعمها مسكر جدا جدا وبتبقى فوائدها كتير جدا. جربوا الطريقه دي في تعصيج اللحمه هتعجبكم قوي قوي ان شاء الله. هنا كانت خلاص بقى استوت، هبتدي بقى ان انا احط لها الملح. زي ما بقول لكم العداد عندي ضرب، يعني كان بيسحب غاز من بره مش بيدخله عندي الشقه، فكان كميه الغاز محبوسه في في العداد نفسه. اتصلت بالطوارئ بتاعه الغاز بعد الفطار، والله كملت اكلنا احنا عند الغفير بتاع العماره. جبت الطوارئ بتاعه الغاز، قالوا لي احمدي ربنا ان هي وصلت لغايه كده، ما حصلش حاجه اكبر من كده، لان العداد عمال يسحب غاز وبيتحبس جواه، كان ممكن فرقع، يعني كان ممكن ضرب في الشقه ضرب خارجي، انما هو في حاجه من جوه ضربت. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اعذرني بس الكام يوم دول مش هنقدر ننزل فيديوهات مع بعض، وان شاء الله هنعوضها في الايام اللي جايه باذن الله. ادعوا لي كده دعوه حلوه من قلبكم ان ربنا يسترها معانا يا رب. زي ما انتم شايفين بقى، نرجع للفيديو بتاعنا. هنا كنت بسلق مكرونه، واخدت نص اللحمه اللي انا عصقتها دي في بوله تانية لوحدها، والباقي حطيت عليه كده حوالي 5 معالق من الصلصه، وهسيبها على نار هاديه خالص تتسبك كده مع بعضها. هنعمل بقى تتبيله ايه؟ تتبيله فخد الرومي. حطيت بصلايه كبيره، حطيت بهارات فراخ، حطيت فلفل اسود، حطيت قرفه، احط توم باودر وبصل باودر، وكمان احط معلقه كبيره كده من العسل النحل، بتدي برضو لون حلو قوي قوي للتتبيله، وليمونه كمان برضو بتديله طعم حلو. هحط كمان قرن فلفل كده سبايسي بيخليه برضو ليه كده شمخة وريحة، وكمان حطيت حبة زيت وحبة خل، وهحط كمان معلقة كبيرة كده من الصويا صوص برضو بتديله لون حلو قوي قوي في الشوي. وبعد كده نزلت ب3 معالق من الصلصة زي ما انتم شايفين. عايزة تحطي كاتشب بدل الصلصة مفيش مشكلة. هضرب بقى الخليط ده كله مع بعضه، مش قادرة اقول لكم ريحته كانت فظيعة ازاي، ريحته كانت حلوة جدا جدا. جربوا التتبيله دي، لو عندكم فراخ مشويه او اي حاجه هتشوها في الفرن هتعجبكم قوي قوي. جبت بقى هنا فخد الرومي ما شاء الله زي ما انتم شايفين هو وزنه كبير، ففتحت كده اللحم بتاعه من تحت الجلد، لان انا عايزه الجلد بتاعه يبقى سليم عشان شكله في التقديم. قطعت بصلايه كده طرنشات، وكمان طماطم كده مكعبات، وقرن فلفل كده، وحطيت عليهم جزء من التتبيله ودعكتهم في بعض عشان تبقى ارضيه بس للفخد زي ما انتم شايفين عشان ما يلزقش. وجبت بقى التتبيله وبدات ان انا اتبل من تحت الجلد وادخل في الفتحات اللي انا عملتها، والناحيه التانية كمان برضو كده عملت فتحات برضو بدات ان انا ادخل فيها عشان يتشرب من التتبيله كويس جدا. وبقيه التتبيله حطيتها عليه من بره. هبتدي دلوقتي اجيب بقى ورق فويل واغطيه كويس جدا جدا. ما كانش عندي ورق زبده، المفروض احط ورق زبده الاول وبعد كده ورق الفويل، بس ما عنديش ورق زبده فحطيت ورق الفويل على طول. رشيت كده رشه من فوق الوش من الزيت عشان وشه يتحمر معايا. هاغطيه كويس جدا جدا، مش عايزه اي بخار يطلع منه عشان يستوي. انا ما حطيتلوش ولا نقطه ميه زي ما انتم شايفين، هو هيستوي منه فيه وهتشوفوا شكله في الاخر. قفلته كده وسبته حوالي ساعه كمان، وبعد كده حطيته في الفرن. قعد في الفرن ساعة ونص بالظبط. هو فخد مش ما خدش اي وقت، لانه متبل كويس ومنقوع كمان في محلول النقع. هنا بقى هنبتدي اعمل ايه اللي بياخد معايا وقت الاول، هو اللي انا بعمله يعني ببتدي بالحاجات اللي بتاخد وقت الاول، وبعد كده الحاجات اللي بتخلص على طول. هنا هعمل صاجين من الجلاش زي ما انتم شايفين، قلت ارصهم مع بعض عشان اخلصهم مع بعض وادخلهم الفرن يخلصوا بسرعة. هنا جبت عندي الصاج ده بياخد ورقتين من الجلاش، يعني نص كيلو من الجلاش، بس انا الجلاش اللي انا جايباه ده مش نص كيلو جايب كامل، فاخد 5 ورقات، يعني ورقتين ونص ورقتين ونص. وهنا دي اللحمه اللي انا عصقتها، حطيت نص كميه الجلاش من تحت، وبعد كده حطيت اللحمه زي ما انتم شايفين كده من فوق. وهبتدي افرد اللحمه كويس جدا جدا، اوزعها كويس عشان تبقى كل قطعه فيها لحمه مفرومه. وابتدي اجيب النص التاني بتاع الجلاش واحطه برضو على الصاجين. هنا حاولت ان انا اعمل الصاجين مع بعض عشان يخلصوا في وقت واحد وادخلهم الفرن مع بعض، ما افضلش افتح واقفل في الفرن تبرد مني وتعطلني على طول.
ادعوا لي كده يا بنات ربنا ييسرها كده، وبتوع الغاز يجوا يركبوا العداد على طول، لان طبعا بياخدوا وقت، وانا طبعا ايام صيام وايام ناس انا ملتزمه ان انا انزل لهم فطار، فربنا يسترها ان شاء الله. خلاص كده خلصت كل الجلاش، وكنت كل كام طبقه بحط كده رشه من السمنه زي ما انتوا شفتوا، وهبتدي بقى كده ان انا اقطعه بعد ما دهنت برده الوش بتاعه سمنه كويس. قطعته مربعات زي ما انتوا شايفين كده، وهدخله الفرن. ما عملتلوش التشريبه بتاعته في الاول، بحب الاول ادخله الفرن يتشمع شويه وبعد كده اعمل له التشريبه على طول. قولي لي رايكم بقى دلوقتي لما تشوفوا الجلاش ده وهو طالع، هيعجبكم جدا وشكله حلو قوي قوي. جربوا الطريقه دي، طالع مقرمش كده من بره وطري من جوه، حلو جدا جدا. هنا بقى خلصت الجلاش، حطيته في الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. هنا بقى هبتدي اعمل ايه، هبتدي اعمل كمية من البشاميل. حطيت كده سمنة وزيت على بعض، ونزلت بكيلو كامل من الدقيق. هبتدي بقى ان انا اشوح الدقيق ده كويس جدا، مش عايزة اديله لون عشان ما يبقاش البشاميل اللي معايا غامق، يا دوبك بس ريحة الدقيق تروح. وابتدي انزل باللبن بتاعي. حطيت كمان 4 مكعبات من المرقة، بتطعمه بتخليه طعمه حلو قوي. بعد كده بقى نزلت ما شاء الله ما شاء الله ب4 لتر من الحليب، واحتجت كمان لتر تاني نزلت بيه في الاخر. خلاص كده هبتدي بقى ان انا اقلب. بس كمان احتجت بعد ما حطيت ال4 لتر، انا حطيت 4 لتر ونص من الحليب. بعد ما حطيتهم احتجت حوالي نص لتر كده تاني. ما كانش عندي حليب تاني فزودته ميه. يعني حطيت نص لتر بس من الميه على كميه البشاميل دي كلها. تعالوا كده بقى البشاميل على النار، نعمل التشريبه بتاعه الجلاش. كانت بدأ ان هو يتشمع. حطيت هنا لتر من اللبن، عليه 4 بيضات، عليه معلقه كبيره من البيكنج باودر، ورشه فلفل اسود، وهبتدي اضربهم بضرب كويس جدا جدا مع بعض، وابتدي ده اطلع السجات من الفرن واسقيها بالتشريبه دي. معلقه البيكنج باودر دي بتخليهولك كده هش هتشوفي شكله في اخر الفيديو، هيعجبكم جدا جدا. خلصت كده زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى الصاجات بتاعتي، بصوا بدأت ان هي تتشمع ازاي. لو وصلتي لغايه هنا للفيديو، اتمنى ان انت تكوني عملتي لايك للفيديو، وكمان تشاركي الفيديو لكل اصحابك ومعارفك، عشان الفيديو حلو جدا وفي افكار حلوه، وان شاء الله هننزل بافكار جديده كل يوم. بس ادعولي كده ربنا يسهل والغاز عندي يركب على طول. خلاص كده بدأت ان انا بقى شربت كده الصاجين زي ما انتوا شايفين، وادخلهم بس ايه يتشمعوا. قعدوا حوالي نص ساعة بعد التشريبة دي. هنا بقى كان عندي البشاميل خلاص هيبتدي ياخد قوام. نزلت كده بمعلقة كبيرة من التوم البودر والبصل البودر والفلفل الاسود. طب في بشاميل بيتحط له بصل بودر وتوم بودر، جربيه كده هتدوقي طعمه تحفة. بيبقى عامل زي البشاميل الجاهز اللي احنا بنجيبه اكياس كده من بره. بيبقى طعمه حلو جدا جدا. ونزلت كمان بالملح بتاعي، ظبطت الملح كويس. وكده خلاص هبتدي بقى ان انا ايدي على طول في التقليب لغايه ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه. طبعا جبت مضرب سلك، عارفه اقول لكم ان الكميه كبيره، فطبعا عايزه بقى كده عضلات في الايد. بصوا ما شاء الله ما فيهوش ولا كلكعه ولا في اي حاجه. وكانت المكرونه عندي اتسلقت. هنبتدي بقى ايه نطبق المكرونه على بعضها. انا هنا ما عملتش المكرونه بتاعتي طبقات، انا قلبتها كلها في بعضها. وهتشوفوا هنعمل فيها ايه. حطيت كمية مكرونة عليها كمية من البشاميل. هنا كانت بنتي بقى قاعدة بتعمل البانيه في البقسماط. يعني البانيه كان طبعا يتبل كويس جدا، وقاعدة بقى هي بتساعدني بتعمله في البقسماط. يعني بنيجي بقى ساعة التحضير وساعة خلاص ما احنا هنقفل الأكل بتاعنا، كل واحد بيعمل حاجة. يعني أنا وبناتي وماما وكده كل واحد بيعمل حاجة. ماما كانت بتقطع لنا السلطة، والبنات كانوا واقفين معايا، واحدة بتعمل معايا واحدة بتصب المواعين ورايا، يعني عشان نخلص كله مع بعضه وكل واحد ياخد ثواب برضه. جبت هنا اللحمه بعد ما المكرونه بعد ما حطيت عليها البشاميل، نزلت عليها كده بكميه من اللحمه. طبعا مش هي دي الكميه اللي انا هعملها، بس انا هنا البوله بتخلص اعمل غيرها، تخلص اعمل غيرها، لغايه ما عملت الكميه اللي انا عايزه اوصل لها من المكرونه. جبت الاطباق الفويل دي، حطيت فيها بقى على طول زي ما انتم شايفين، عشان ادخلها الفرن تتشمع من فوق وتاخد لون، وهتشوفوا شكلها عامل ازاي معايا. طبعا هنا خلاص بقى كنت المفروض ان انا بشتغل بسرعة جدا جدا، لان خلاص كده بقى وقت الفطار قرب. يعني كده كانت حوالي الساعة 5 الا ربع، فانا لازم اخلص حوالي الساعة 5 بالظبط، عقبال ما انزل الفطار بتاعي وعقبال ما اطلع هجهز الفطار بتاعنا. خلاص كده هبتدي بقى ان انا املى كل الاطباق دي، وهرصهم في صاج دلوقتي وهندخلهم الفرن عشان اولع عليهم فوق وتحت عشان يتشمعوا من فوق ومن تحت. خلصت كده، بصوا بقى رصيتهم في الصاج زي ما انتم شايفين، وبدات اجيب بقى بشاميل من فوق، وابتدي احطه اغطي بيه الوش كله عشان الوش ما ينشفش.
على فكرة يا بنات ممكن توزعوا يعني اللي بيحب يعمل افطار صائم ممكن يعمل المكرونة دي بس ويوزعها من غير اي حاجة تانية معاها. طبعا هي فيها فيها لحمة مفرومة وكله، يعني ممكن تبقى وجبة لشخص، الطبق وجبة لشخص. بعد بقى ما خلصتهم كده بدأت جبت فلفل اسود ورشته كده على الوش برضو عشان يبقى ريحته حلوة ويبقى شكل الطبق حلو. وهنا بنتي برضو كانت بعد ما خلصت البانيه راحت قايمة بقى كده محمرة على طول على ما انا اكمل بقية اطباق المكرونة اللي عندي. طبعا دخلت الاطباق اللي خلصتها على الفرن على طول. اتمنى بقى ان انت لو وصلتي لغايه دلوقتي للفيديو ولسه ما عملتيش لايك انزلي كده اعملي لي لايك حلو وكومنت كمان يشجعني. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. انا كل يوم باذن الله باذن الله هعمل لكم فيديوهات تاخدوا منها افكار ان انتم ممكن تعملوها طبعا بالكميات اللي تناسبكم انتم. خلاص هنا بقت تشيل وتحط كده في البانيه، كل اللي يخلص تشيله وتحط غيره، تشيله وتحط غيره، لغايه ما خلصت لي ما شاء الله كميه البانيه كلها. تعالوا بقى نشوف ايه تاني اللي فاضل عندنا وازاي هنعبي الوجبات وشكل الوجبات هيبقى ايه، وكمان اكلنا هيبقى شكله عامل ازاي مع الغاز اللي اتقطع ده. بصوا بقى شكل الجلاش لما اتخلص وطلع تحفة. بصوا ما شاء الله شكله تحفة ولونه فظيع وعالي كده وهش وفظيع. هنبتدي بقى نقطعه كده والبانيه كمان خلص زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نعبي الوجبات اللي احنا هننزلها. كنت بحط كده في طبق الفبر ده طبق من المكرونة عليه قطعة البانيه، جنب منه قطعة جلاش وحبة سلطة. طبق حلو جدا ووجبة حلوة جدا جدا مع علبة كمان من الرز بلبن. فالوجبة ما شاء الله بتبقى جميلة. وحتة قطعة البانيه برضو مش صغيرة، قطعة مناسبة عشان اراضي الكل. شايفين ما شاء الله حبة السلطة وقطعة الجلاش والبانيه والمكرونة زي ما انتم شايفين شكل الوجبات حلو جدا جدا. على بقى ما بنتي قعدت جهزت بقية الوجبات دي كلها كنت انا بعمل حبة رز بسمتي. يعني هي قعدت تقفل الوجبات، هما الاتنين بناتي الاتنين قعدوا دي تحط ودي تسلفن كده او تعمل بالاسترتش راب. وانا بقى قلت اعمل حبة رز بسمتي كده عشان اقدمها مع الفخد اللي احنا فخد الرومي اللي احنا عاملينه. حطيت بصلايه وحطيت ورق لورا وفلفل اسود وحبهان، وكمان احط قرفه واحط معلقه من الكركم. دي كل البهارات اللي انا استخدمتها. انا كان عندي وكمان يا بنات عايزه اقول لكم ان انا عملت شوربه لسان العصفور مع الوجبات هتشوفوها دلوقتي باذن الله، بس يعني معرفتش اصورها من الدربكه اللي انا كنت فيها. ان شاء الله في فيديوهات تانية هنصورها واوريكم طريقتي فيها. هنا بقى خلاص حطيت كل التوابل كده وهنزل كمان بمعلقه واحده من السكر وابتدي انزل بالميه. كان عندي شوربه والله بس انا نسيت فعلا استخدمها، يعني من كتر ما انا مستعجله نسيت ان انا استخدم الشوربه. اول ما غلي كده نزلت عليه بكوبايتين من الرز البسمتي، كنت غسله كويسه جدا ما نقعتوش، غسلته بس. تعالوا شوفوا بقى شكل الوجبات بتاعتي بعد ما خلصت وقبل ما انزلها على طول. رز لبن وشوربه لسان العصفور ودي الوجبات كمان. بصوا ما شاء الله الشكل بيفرح وكنت فرحانه جدا 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 وانا منزلاها. وبعد ما بعد ما خلصت كده بس قدر الله ما شاء فعل والحمد لله على كل اللي ربنا يجيبه. خلصت بقى كده. بصوا ما شاء الله شكل الوجبه يشهي مع طبق الشوربه مع الرز بلبن، يعني وجبه حلوه جدا جدا للفرد. هنا بقى كنت بحضر الفطار بتاعنا احنا. طبعا كنت عامله برضو جلاش لينا وبدات ان انا عملت الرز كده وسلفنت صينيه كده بالورق الفويل وحطيت الرز زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم ان وانا على الرز حطيت له معلقه كبشه كده من الزبيب عشان يستووا معاه. وهنا حمرت بقى حبه مكسرات كده لوز وبندق وعين جمل وسوداني كمان وحطيتهم كده. قلت بقى يبقى عاملين زي كده شكل المطاعم. وده كان فطارنا جلاش مع الفخد زي ما انتم شايفين. كل سنه وانتم طيبين ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم.